القاهرة، صفحة 43 في كتاب الأضواء، إدارة القاهرة الجديدة. تمام، اللي معاه الكتاب بتاعنا احنا هنفتح صفحة 52. تمام، يلا بينا نبدأ. بيقول لي الاهتزازة الكاملة تتضمن كام إزاحة؟ قايلين 4 إزاحات، كل منهما تسمى ايه؟ تسمى سعة اهتزاز. كنا بنجيبها ازاي؟ كنا بنجيبها كده اهو، وادي اهو، وادي 1 2 3. بنقول 1 2 3 4، 4 مرات، فدي كل واحدة فيهم اسمها إزاحة وبنسميها سعة الاهتزاز. بعد الإخصاب يتحول المبيض إلى إيه؟ قايل لك مبيض بيتحول إلى ثمرة، لكن بويضة فيها ب هي دي اللي تتحول وتدي إيه؟ بذرة. يبقى البويضة فيها ب تدي بذرة، لكن المبيض يدي إيه؟ يدي ثمرة. كمل. هرمون نقط مسؤول عن استمرار الحمل، وهرمون نقط مسؤول عن إظهار الصفات الجنسية الثانوية للأنثى. بص هرمون البروجستيرون، يعني أنا دي بس عشان لازم دي تتكتب صح. البروجستيرون، ايه ده؟ تقريبا هي سمعت ان هي لازم تتكتب صح. البروجستيرون هو ده الهرمون المسؤول عن استمرار الحمل، لكن الهرمون المسؤول عن الصفات الجنسية الثانوية ده هرمون الاستروجين. والهرمونات مهمة يا ولاد، لازم تذاكر كويس. الاستروجين. لكن الهرمونات بتاعت الذكورة كنا بنقول الذكر ماسك مايك وعمال يقول تيست تيست تيست، فهرمونات الذكورة اسمها التستوستيرون. القمة في الموجة نقط يقابلها نقط في الموجة الطولية. أي قمة بتكون دي تبع الموجة المستعرضة، يبقى القمة في الموجة المستعرضة يقابلها نقط في الموجة الطولية. يقابلها يا ولاد؟ هيقابلها التضاغط. أي قمة يقابلها تضاغط يا مستر، لكن أي قاع يقابله تخلخل. تمثل الحركة التوافقية البسيطة بمنحنى جيبي. أيوة صح، أنت صح. تمام. الزهرة التي تحتوي على سبلات وبيتلات وأزدية هي زهرة مؤنثة. سبلة وبتلة وأزدية. أزدية زهرة مؤنثة؟ لا طبعا. في الانعكاس الغير منتظم ترتد الأشعة في اتجاه واحد عندما تسقط على سطح مصقول. في الانعكاس الغير منتظم، انعكاس من الانعكاسات الغير منتظمة اللي هو كده اهو، لو انت نسيت شكله يعني. تمام. ترتد الأشعة في اتجاه واحد عندما تسقط على سطح مسقول. غلط، هو اتجاه واحد؟ لا غلط، في عدة اتجاهات يا ولاد. ما هو مش هينفع، ما هي السطح غير منتظم اصلا، ازاي من غير منتظم يروح لاتجاه واحد يعني؟ انا عايز اعدل بس كده. تمام. بيقول لي جسم مهتز يصنع 300 اهتزازة كاملة في نص دقيقة، فإن تردده يساوي كام؟ يساوي كام هرتز؟ بص يا ولاد، تعالى نحسب. جسم مهتز بيعمل 300 اهتزازة في نص دقيقة، يعني في 30 ثانية. عايز التردد ده بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن. عدد الاهتزازات 300 على الزمن بكام؟ على الزمن ب30 في ثانية، على طول تطلع معايا بكام؟ ب10. حب يدخل مسألة في وسط أسئلة اختر، هو عادي. عضو التذكير هو الطلع، لكن المتاعب دي بتاعت الأنثى. تميز أذن الإنسان الصوت الذي تردده كام هرتز؟ أذن الإنسان بتسمع لغاية 25 هرتز، والسؤال ده من الأسئلة الجميلة. الضوء نقط أكبر ألوان الطيف ترددا. أكبر لون من ألوان الطيف هو لون البنفسجي. اكتب المصطلح العلمي. انتقال حبوب اللقاح من منتج زهرة إلى ميسم نفس الزهرة. انتقل من ممكن إلى ميسم نفس الزهرة، يبقى ده تلقيح ذاتي، بتلقح نفسها بنفسها، فبيتقال عليه يا ولاد التلقيح الذاتي. موجات صوتية تستخدم في الكشف عن الألغام. دي الموجات الفوق السمعية. الموجات الفوق السمعية. كمل. الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، دي الحركة الدورية طبعا. الحركة الدورية. قارن ما بين الحيوان البويضة من حيث الحجم والحركة. تعالى أموت أنا في المقارنات دي. الحيوان المنوي والبويضة، عايز إيه؟ من حيث الحجم. بالنسبة لمقارنة الحيوان المنوي بالحجم بتاع البويضة، الحيوان المنوي ده صغير جدا، صغيرة جدا، لكن البويضة كبير جدا، كبيرة جدا. طب تمام، ده بالنسبة للحجم. عايز بالنسبة للحركة. الحيوان المنوي أكيد خلية متحركة، يتقال عليه خلية متحركة إن هو بيتحرك، لكن عكس البويضة دي منتخة مكانها، يبقى خلية ساكنة. وفي ولاد بتحب تكمل وتقول خلية ساكنة كروية الشكل. ده انت ممتاز. نكمل. عايز اختر. بيقول لي شدة الصوت توصلها بايه؟
بتاع عند موضع السكون مسؤول عن تتناسب طرديا مع مربع السرعة، هي دي تتناسب طرديا مع مربع السرعة. بلاش نعمل الأسهم دي عشان هتلخبط في الآخر، خلينا نقول واحد معاها ج. كمل. سرعة الجسم المهتز تكون أكبر ما يمكن عند مروره بموضع السكون اللي هو سعيد، ده أهو لما يكون واقف عند سعيد هنا بيكون أكبر ما يمكن. موجات المياه الباردة تشنجات عصبية. إيه الأسئلة اللذيذة دي؟ طب لا دي مش جيم، دي دال. هرمون التستوستيرون تست يبقى ده المسؤول عن هزور الوصفة دي حلوة، ركز فيها هتلم معاك درجات كتير قوي حلوة في الامتحان. ان انت تبقى سهل ان انت تستبعد وتحل وتشوف مين صح ومين غلط، تلاقي في تلاتة متأكد منهم واحدة مش عارفة توصلها، يعني هتعرف تلم بيها درجات بمعنى أصح. تمام. حاصل ضرب التردد في الطول الموجي يساوي ايه؟ التردد في طول موجي يا ولاد ده بيساوي السرعة بتاعت الموجة، هي سرعة الموجة يساوي التردد في طول الموجي. السرعة هي اللي بتساوي ايه؟ التردد مضروبة في الطول الموجي. كنا بتترسم مثلث بالمنظر ده. يتم التكاثر بالدرنات بين البرتقال ونرنج، ده تكاثر بالتطعيم، وكان البرتقال ده مريض وكان بيتعالج عن طريق التكاثر بالتطعيم مع النرنج. تتناسب طاقة الفوتون طرديا مع ايه؟ آه، طاقة الفوتون تتناسب طرديا مع التردد بتاع الفوتون مع تردد الفوتون. كمل. وديرت عجلة سفار بمعدل 300 دورة. بقى تعالى بص هنا بقى عشان هنا في ولاد كتير بتتلخبط في الحتة دي بقى. هو هنا يا ولاد ديرة عجل السفر بمعدل 300 دورة في الدقيقة، ولما نمس إحدى أسنان الترس يبقى إحدى دقيقة بس، يبقى هو معانا عدد الدورات ومعانا الزمن. تمام. بصفيح ما نصدر صوت تردد ومعانا التردد، يبقى هو ناقص مين بقى؟ احسب عدد الأسنان، يبقى ناقص نون عدد الأسنان. لو إحنا هنرسم المثلث بتاع سافار، خلينا نرسمه كده هنا. لو احنا بنرسم المثلث بتاع سافار كنا بنقول ايه يا ولاد لو حد فاكر؟ كنا بنقول ان الت بتساوي ايه؟ بتساوي الدال اللي هي عدد الدورات في نون اللي هي عدد الاسنان اللي هي في الايه في الزال، وده الت التردد بتاع عدد الصفار، وكانت بتتحط في مثلث بالمنظر ده. تمام. بس هنا اللعبة معاك بقى مختلفة شوية، ليه؟ هو هنا طالب منك عايز عدد الايه يا ولاد؟ عدد الاسنان، يعني عايز دي. ركز بقى، في ولد بقى بيعمل ايه؟ ركز اسمع اللي جاي دي عشان دي مهمة جدا فيها حياتك كلها، حتة مهمة. في ولد بيقول ايه؟ في ولد بيقول ان النون هتساوي ايه؟ الدال، حط صبعك على النون كده، وهتساوي الدال على الت في الزال. انت غلط، انت غلط. الجزء ده كله مع بعضه شيلة واحدة، يتغير كله مع بعضه مرة واحدة. انا عايز اجيب النون يبقى انزل اللي تحت اللي هو مين؟ الت في الزال على مين؟ على الدال. اوعى تعكس بالله عليك. فالت في الزال على الدال هتساوي كام يا ولاد؟ تعالى كده. هو طبعا مش سايب لنا اي مكان نجاوب فيه فهنكمل زي ما احنا هنا. تمام. الت في ازاي؟ الت بكام؟ الت ب 600 ولا كانت ب 300؟ الت ب 600. 600 يبقى انا هاجي عند الت كده اقول له انها بتساوي كام؟ هتساوي 600 تتضرب في كام؟ في زال اللي هو زمن كان دقيقة يبقى ب60 على ده عدد الدورات دي اللي هي بقى بكام؟ ب300 هيساوي كام؟ هيساوي 120. 120 ايه؟ 120 سن ان هو عايز عدد الاسنان. تمام. نكمل بقى نشوف ايه اللي بعديها. بيقول لي استخرج الكلمه المختلفه، بالله عليك ركز في موضوع عجله السفر ده ما تلخبطش فيه تاني. بيقول لي ركز استخرج الكلمه المختلفه. حركه البندول هي وحركه الشوكه الرنانه وحركه الارجوحه وحركه لعبه النحله، مين المختلفه؟ مم. حركه لعبه النحله، لان الباقي كله حركه دوريه اهتزازيه. نفس السؤال كان بيتكرر في المحافظه اللي قبليها. الذره والقرع والبتونيا والنخيل، مين المختلفه؟ ذرة وقرع ونخيل ده كلهم وحيدة الجنس، يبقى ما عدا البتونيا عشان الباقي كله وحيد الجنس. كمل. الجلد والزجاج وورق الشجر والعسل الاسود، لازم تيجي لك واحدة زي كده، يبقى الزجاج عشان الباقي كله وسط ايه؟ وسط معتم. موجات الراديو والضوء والأشعة تحت الحمراء وموجات الماء، مين المختلفة؟ موجات الماء، ليه؟ عشان كل دول الراديو والضوء وتحت الحمراء كل دول موجات كهرومغناطيسية، كل دول موجات كهرومغناطيسية. علل يا مستر. بيقولك بتلات التويج زاهية الألوان ولها رائحة زكية. تعالى، ليه البتلات بتاعت التويج ألوانها زاهية ولها رائحة زكية؟ فاكر ليه الألوان بتاعتها حلوة وريحتها حلوة؟ للإغراء. يعني إيه الإغراء؟ عشان تجذب الحشرات إليها عشان تعمل عملية الإيه؟ التلقيح وتنقل حبوب اللقاح. فهقول له إيه؟ إحنا بنجاوب بالفهم مش بنجاوب بالحفظ. فهقول له لجذب لجذب مين؟ الحشرات
التي تتغذى عليها وتعمل ايه الحشرات دي؟ وتنقل مين يا ولاد؟ حبوب اللقاح. تمام. لو عايز تكمل كمل من المتك الى الميسم. بعد كده بيقول لي المعامل الانكسار المطلق لاي وسط شفاف دائما اكبر من واحد صحيح. ليه معامل الانكسار لاي وسط شفاف اكبر من واحد صحيح؟ دي حفظ دي، لان سرعه الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط شفاف اخر، عشان عشان سرعه الضوء في الهواء كبير جدا. يبقى اقول له لان سرعه الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط شفاف آخر. نكمل. ماشي. صوب الخطأ. مرض الزهري تسببه بكتيريا كروية الشكل. يقولك زهري فيها زال، حلزونية فيها زال، يبقى بكتيريا حلزونية. عايز يضحك عليا. بس كده احنا خلصنا المحافظة دي.